3 أسرار تخلي صاحب الشغل يختارك دايما. ابن عمتي شخص نجح جدا مهنيا، وده كان ملهم جدا ليا. في مرة سألته ازاي كل حاجة بتختاره وكل الناس دي عايزة وحابة انها تشتغل معاه. قال لي هو مثلث ذهبي كده في حياته، هو بيمشي عليه. أول حاجة أكيد إنك تكون شاطر في شغلك أو فاهمه كويس، وكمان تكون عارف نفسك كويس. والشطارة هنا مش مجرد إن الحاجة دي سهلة عليك أو أنت فاهم فيها فهتعملها. الشطارة اللي بجد إن الحاجة دي تبقى صعبة عليك وتكرر تعملها، مش تهرب منها. ما تبقاش باصص لنفسك إنك أصغر من إنك تعملها، لأن لو كل مرة أنت عملت كده هتفضل على طول صغير. اجبره للحاجة، خصوصا لو هي صعبة بس مش مستحيلة. لو تعبت على نفسك شوية تقدر توصل لها. عارف نفسك بقى، مهم انك تبقى واثق من نفسك. ابسط حاجة خالص انك تنفذ وعودك لنفسك، عشان انت من جواك تبقى بتحترم ذاتك، تبقى بتحترم نفسك. لان انت لو بتختلف مع نفسك ومش بتحترمها، ازاي هيبقى عندك ثقة في نفسك؟ كون عارف ان المكان اللي مش بتتطور فيه سواء عمليا او ماديا ولا بتتعلم فيه حاجة جديدة بتسيبه وتمشي. اللي بيبقى عارف نفسه بيبقى عارف انه يستحق، مش بيوافق على اي شغل والسلام. ده في ناس مجرد وجودها بس في المكان بيدفع له فلوس. وقلتها قبل كده، مش معنى انك بتشتغل وخلاص اي حاجة او بتشتغل كتير انك كده مجتهد وان حياتك هتتحسن. الحمار هو اكتر شخص بيتعب، ومش معنى كده ان حياته افضل. اللي عارف نفسه عارف انه يستحق المكان اللي هو رايحه، وهيكون دايما عنده اصرار ليه مهما حتى اترفض من المكان ده. مش هيقول بقى انا خلاص اترفضت فيقعد ساكت وما يحاولش تاني. هو شايف نفسه في المكان ده مهما حصل. كان في بنت نفسها تشتغل في شركة معينة، المهم قدمت اول مره قالوا لها هنكلمك تاني لو احتاجناكي اكيد هنتواصل معاكي، وما بعتولهاش. جت السنه اللي بعديها قدمت تاني وبرضه ما قبلوهاش. جت السنه الثالثه قدمت تاني. تفتكروا مين اول حد هي جت على بالهم؟ برضه الوظيفه دي هي، واتقبلت لان هي شايفه نفسها هتكون في المكان ده، يعني هتكون فيه. طيب يلا بينا نراجع. اول حاجه قلنا انك تبقى شاطر وعارف نفسك كويس. تاني حاجه بقى انك تبقى اجتماعي وعندك ذكاء عاطفي. 95% من نجاحك معتمد على علاقتك بمديرك او صاحب شغلك او بالاخرين اللي معاك في الشغل ده. انك تحاول تفهم طريقته وطلباته، بتسمعه كويس، بتكون علاقات حلوة في الشغل. وهنا انا مش بتكلم عن الصحوبية خالص، اكيد مش هنصاحب كل الناس، لكن برضو مش هنفضل انطوائيين في الشغل. ادخل المكان، عرف نفسك كويس انت مين وبتعمل ايه، واسمع برضو اللي قدامك وهو بيعرف نفسه. ركز في اساميهم وفي اللي بيعملوه، وافتكروا واكتبوا او سجلوا عندك. والموضوع ده انا اتعلمته منه برضو. كنت بستغرب ازاي عنده كل المعارف دي وازاي هو فاكرهم. ماشي بمبدأ معرفة الناس كنوز. قام نص البلد معاه باستمرار، عنده معارف وسايط. كان بيسجل الاسم كده في الموبايل ويجي يحط تحتيه وصف، ده فلان الفلاني اللي بيعمل الحاجة الفلانية. في كل مكان بقى يروح ويتعرف فيه على ناس، بحيث انه يفضل فاكرهم، ولما يحتاج حد في حاجة معينة يعرف يوصل له بسهولة. انا اعرف ناس بتستثمر جزء كبير جدا من فلوسها في انها تروح جيم غالي او تروح نوادي تكون غالية، حتى لو هو ده مش مستوى المعيشة بتاعتهم. ليه؟ لنفس السبب ده، عشان تحسن من مستواهم. انت هناك هتعرف ناس اكيد مستواهم مادي كويس، اكيد عندهم خبرة في الشغل وفي الحياة، هتتعلم منهم، بتروح لبيئة تاني مختلفة. لان احب اقولك ان في الشغل التعامل مع الناس بنفس اهمية الحاجة اللي انت بتشتغلها بايدك في الاول. وكل ما بتكبر او تبقى قيادي وعلاقتك حلوة بالناس، كل ما التعامل مع الناس بيبقى النسبة الأكبر من شغلك أكتر من الحاجة اللي بتعملها بإيدك. وخلي بالك كمان إن الانطباع والسمعة اللي بتسيبها في المكان ده 80% من نجاحك من الشغل، حتى لو انت مش 100% شبه الانطباع اللي انت سايبه. انطباع بقى انك واثق من نفسك، مجتهد وبتعمل الحاجة 100 100. انطباع انك فاهم كل حاجة حتى لو انت مش عارف كل حاجة او عارفها نص نص. عارفين اللي بيكذب الكذبة وبيصدقها؟ اهو انا عايزاك كده. مخك مش بيفرق بين الكلام اللي انت بتقوله حقيقة او كذب. لو طول الوقت بتقول ان انت مجتهد وشاطر وعارف، مخك كمان هيصدق وهيقتنع بده، وهتلاقي نفسك بتقنع الناس انك كده وبتسيب الانطباع ده عند الناس. يلا نراجع تاني. شاطر وفاهم شغلك كويس وعارف نفسك، اجتماعي وعندك ذكاء عاطفي، اخر حاجة بقى ودي اهم حاجة اللي من غيرها الاتنين دول ولا حاجة، الامانة. امين على اللي بيشتغل معاك، امين على الشغل. كلمتك واحدة، بتشتغل بقلبك، فارق لك نجاح الشغل، بتفيد اللي قدامك فعلا، مش بتعمل حاجات مش مناسبة ليه لمجرد ان انت ليك مصلحة شخصية فيها. متنسوش تعملوا لايك.